بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنحل اختبار الدرس الثاني اللي هو التمثيل البياني للحركة في خط مستقيم من كراسة التدريبات اليومية لكتاب الامتحان علوم تالتة إعدادي ترم أول. السؤال الأول: اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1: وسيلة يستخدمها علماء الفيزياء للتنبؤ بالعلاقات الرياضية بين الكميات الفيزيائية المختلفة. الرسوم البيانية والجداول. طيب رقم 2: مقدار التغير في سرعة الجسم خلال الثانية الواحدة. العجلة. رقم 3: تغير سرعة جسم بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. العجلة المنتظمة. تغير السرعة خلال الزمن العجلة، طب بمقادير متساوية في أزمنة متساوية، إذن العجلة تكون منتظمة. طيب رقم 4: العجلة التي يتحرك بها جسم عندما تكون سرعته النهائية أكبر من سرعته الابتدائية. العجلة الموجبة. العجلة المنتظمة الموجبة. طيب رقم ب: تحرك جسم في خط مستقيم وسجلت سرعته خلال 30 ثانية ثم مثلت بالشكل البياني المقابل. أكمل العبارات التالية بما يناسبها من الأرقام التالية. الأرقام اهي: 2.5 و5 و25 و30 و250 و300 و375. طيب أول سؤال: أقصى سرعة يصل إليها الجسم أثناء حركته تساوي. أقصى سرعة 25. طيب رقم 2: المسافة التي يقطعها الجسم خلال الفترة ب ج تساوي نقط متر. المسافة في الفترة ب ج عندي عين ب25 وزين من 10 ل25، إذن 15 ثانية. طيب هتساوي عين في زين، 25 في 15 هتساوي 375. طيب رقم 3: العجلة التي تحرك بها الجسم خلال 10 ثواني من بدء الحركة تساوي نقط متر على الثانية تربيع. أول 10 ثواني من هنا لهنا. ج هتساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. عين 2 ب25 ناقص 0 على 10 هتساوي 2.5 متر لكل ثانية تربيع. طيب الفترة الزمنية التي تناقصت فيها سرعة الجسم تساوي نقط ثانية اللي تناقصت فيها من النقطة ج للنقطة د، من الفترة ج د، يعني من 25 ل30، إذن 5 ثواني. طيب رقم ج: علل لما يأتي. الجسم الذي يتحرك بسرعة منتظمة تكون قيمة عجلة حركته بتساوي 0. هقوله لأن السرعة المنتظمة هي سرعة ثابتة لا تتغير بمرور الزمن، والعجلة هي المعدل الزمني للتغير في السرعة. يعني العجلة مقدار التغير في السرعة خلال وحدة الزمن، لكن السرعة المنتظمة هي سرعة ثابتة لا تتغير، والجسم اللي بيتحرك بسرعة منتظمة لا يتحرك بعجلة، أو العجلة بتكون منعدمة. طيب السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. رقم 1: إذا تحرك جسم من السكون بعجلة منتظمة يمكن حسابها من العلاقة ج بتساوي 20 على زين، فإن سرعته النهائية تساوي، لو بتحرك من السكون يعني عين 2 ناقص عين 1 هتساوي 0، وهنا في دلتا عين ب20، إذا عين 2 هتساوي 20 متر لكل ثانية. طيب رقم 2: الشكل المقابل يوضح حركة جسمان A و B من السكون
ومنه يتضح أن الجسمان A و B ساكنان، ده بيتحركوا بسرعة منتظمة عشان علاقة بخط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل وعلاقة بين ف وزين. الجسمان A و B لهما نفس السرعة؟ لا، ده قطع، لهم نفس المسافة لكن مش نفس السرعة. طب الجسمان A و B أسرع من الجسم A أسرع من الجسم B. الجسم A قطع المسافة ديت في زمن أقل من الجسم B، يبقى هو ده الاختيار الصح. الجسم A أسرع من الجسم B عشان قطع نفس المسافة اللي قطعها الجسم B ولكن في زمن أقل. طيب بعد كده، أي العبارات الآتية تعبر عن حركة الجسم الموضحة بالشكل البياني المقابل؟ رقم 1، يتحرك بعجلة منتظمة خلال أول 4 ثانية. لا، ده بسرعة منتظمة، الاختيار ده غلط. طيب رقم ب، يتحرك بسرعة منتظمة في الفترة من 4 ل6. من 4 ل6 يتحرك بسرعة منتظمة، ده ساكن من 4 ل6، يبقى الاختيار ده غلط. طيب يتوقف بعد 4 ثانية من بدء الحركة. أيوة، متوقف بعد 4 ثانية. 4 ثانية، أول 4 ثانية كان بيتحرك بسرعة منتظمة وبعد كده من 4 ل6 توقف، يبقى يتوقف بعد 4 ثانية من بدء الحركة. توقف فعلا، هنا الجسم ساكن. يقطع مسافة كلية قدرها 400 متر. لا. طيب رقم 4، عندما تتحرك سيارة بعجلة منتظمة موجبة مقدارها 10 متر على الثانية تربيع، فهذا يعني أن السيارة تقطع مسافة 10 متر كل ثانية. ملهاش دعوة بالمسافة، ده عجلة منتظمة موجبة. طب سرعة السيارة تزداد بمقدار 10 متر على الثانية كل ثانية. أيوة، سرعة السيارة تزداد بمقدار 10 متر على الثانية كل ثانية. عجلة موجبة، إذا تزداد السرعة بمقدار 10 متر على الثانية كل ثانية. إذا الاختيار رقم ب. بعد كده ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ مع التصويب. رقم 1، عندما يتحرك جسم بسرعة منتظمة فإن المسافة التي يقطعها تتناسب عكسيا مع الزمن اللازم لقطع هذه المسافة. غلط، طرديا. المسافة تتناسب طرديا مع الزمن، كل ما زادت المسافة زاد الزمن، وكل ما قل المسافة قل الزمن. طيب رقم 2، تقدر السرعة بوحدة متر تربيع لكل ثانية تربيع. غلط، المسافة السرعة متر لكل ثانية بينما تقدر العجلة متر لكل ثانية تربيع. طيب رقم 3، يتحرك الجسم بعجلة منتظمة عندما تكون السرعة النهائية مساوية لسرعته الابتدائية. غلط، فين التغير في السرعة؟ يبقى بسرعة منتظمة تكون سرعته النهائية مساوية لسرعته الابتدائية. طب الشكل البياني المقابل يعبر عن حركة جسم ما بسرعة منتظمة. غلط، ده سرعة غير منتظمة. الشكل ده سرعة غير منتظمة. السؤال اللي بعد كده رقم ج، تحرك السيارة بسرعة 15 متر على الثانية وعند استخدام السائق الفرامل لتقليل السرعة تناقصت إلى 10 متر على الثانية خلال 2 ثانية. احسب الزمن اللازم لتوقف السيارة من لحظة الضغط على الفرامل علما بأن السيارة تتحرك بعجلة منتظمة. هنجيب ج، عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين، عين 2 ب10 وعين 1 ب15 والزمن 2 هتساوي -2.5 متر لكل ثانية تربيع. وبعدين هنجيبه زين، عين 2 ناقص عين 1 على ج هتساوي عين 2 بصفر. بيقولي الزمن اللازم لتوقف السيارة، يبقى عين 2 بصفر من لحظة الضغط على الفرامل. لحظة السائق ما ضغط على الفرامل كانت السرعة 15 متر على الثانية، إذا ناقص 15 على -2.5 هتساوي 6 ثانية. السؤال اللي بعد كده، أكمل العبارة الآتية. العلاقة البيانية سرعة وزمن للحركة المنتظمة بسرعة ثابتة يمثلها خط مستقيم يوازي محور
الزمن بين عين وزين يبقى خط مستقيم يوازي محور الزمن، يبقى سرعة منتظمة. إذا بدأ جسم حركته من السكون فإن سرعته الابتدائية تساوي 0. إذا تحرك الجسم بعجلة منتظمة سالبة تكون سرعته الابتدائية أكبر من سرعته النهائية. عجلة منتظمة سالبة يعني السرعة بتقل. إذا تحركت سيارة بسرعة 100 متر على الثانية وعند استخدام السائق للفرامل لتناقصت سرعتها بمعدل 4 متر على الثانية تربيع، فإن سرعتها بعد مرور 20 ثانية من لحظة الضغط على الفرامل تساوي نقاط. هنجيب عين 2 عاوز سرعتها بعد مرور 20 ثانية. عين 2 هتساوي ج في دلتا زين زائد عين 1 ج بسالب 4 عشان بيقولي تناقصت سرعتها بمعدل 4 متر على الثانية تربيع عجلة سالبة، يبقى سالب 4 في دلتا زين 20 زائد عين 1 100 هتساوي 20 متر لكل ثانية. السؤال اللي بعد كده، حدد من الأشكال التالية شكلان يمثلان حالة جسم متحرك بعجلة لا تساوي 0. أول شكل عجلة موجبة يبقى الشكل ده. تاني شكل سرعة غير منتظمة يبقى العجلة لها قيمة. تالت شكل سرعة منتظمة عجلة ب0. رابع شكل سرعة منتظمة عجلة ب0. خامس شكل الجسم ساكن. طيب بعد كده الشكل البياني المقابل يوضح حركة جسمين س وص. أكمل الجسم نقط بدأ حركته من السكون. جسم س عشان السرعة 0 اهي، لكن جسم ص من 4. طيب الجسم نقط تحرك بعجلة أكبر، نحسب عجلة س وعجلة ص. ج س هتساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين 8 ناقص 0 على 4. 8 على 4 هتساوي 2 متر لكل ثانية تربيع. وجيم صاد هتساوي 8 ناقص 4 على 4 هتساوي 8 ناقص 4 على 4. 4 على 4 هتساوي 1 متر لكل إذا عجلة الجسم س تحرك بعجلة أكبر من الجسم ص. طيب بعد كده الجدول المقابل يوضح العلاقة بين السرعة والزمن لجسم متحرك بعجلة منتظمة خلال 5 ثانية. احسب مقدار العجلة مع ذكر نوعها. عاوزين نحسب العجلة والبيانات في الجدول. ج هتساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. عين 2 10 ناقص 0 10 السرعة النهائية ناقص 0 السرعة الابتدائية على دلتا زين 5 ناقص 0 هتساوي 5. هتساوي 2 متر لكل ثانية تربيع. نوعها عجلة منتظمة موجبة. انتهى الفيديو، شكرا لكم.